حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا ومصادرة الأسلحة. رفعت الجلسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا جريمة بشعة جدا. في تاريخ القضاء المصري شفنا أحكام كتير بالإعدام، بس الحكم ده مختلف عن كل الأحكام اللي فاتت. القضية دي كانت مختلفة عن كل القواضي عشان القاضي حكم بالإعدام على 11 مجرم في نفس الوقت، كلهم متهمين في نفس الجريمة البشعة اللي هحكيها لكم دلوقتي. والمتهمين عملوا استئناف 3 مرات، ولكن في كل مرة كان القاضي بيأيد حكم الإعدام. وحقيقي القضية دي اتسجلت بحروف من الدم لدرجة إنها هتتكتب في أبشع الجرائم في تاريخ مصر. الناس كلها كانت في حالة ذهول، الشعب المصري والتلفزيون المصري والإعلام والصحافة، لأن اللي حصل ده ما كانتش مجرد جريمة، دي كانت مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. جريمتنا النهاردة هي جريمة مصرية حصلت في قرية اسمها الحمراوي في محافظة كفر الشيخ سنة 2006. القرية دي كانت هادية جدا وناسها طيبين، ومنهم بنت طيبة وغلبانة اسمها زهرة في الوقت ده كان عندها 26 سنة، وكانت متجوزة من 1.5 سنة تقريبا، وكمان ربنا كرمها بطفل عنده 2 شهرين. المهم كانت عايشة في حالها وفي بيت بسيط جدا، وكان جوزها اسمه عبده وعنده 31 سنة، والراجل ده كان صنايعي فكان اغلب اليوم بره البيت، وزوجته كانت قاعدة في البيت لوحدها في اغلب الاوقات. المهم ان في يوم من الايام حصلت مشكلة بين جوزها وبين واحد بلطجي من القرية. صحيح كانت خناقة صغيرة زي اللي بتحصل كل يوم، بس اللي ما كانش حد يتخيله ان هي هتبقى بداية النهاية، لان البلطجي وقتها كان متضايق ومغلول جدا من جوز زهرة، وقال له ان هو هينتقم منه وهيخليه يندم. المهم ان عدى كام يوم وجوز زهرة نسى المشكلة، ولكن البلطجي ما نساهاش خالص، وكان مستني الفرصة اللي هينتقم فيها. المهم ان عدى 2 شهرين بالظبط من وقت المشكلة، واليوم ده كان فيه فرح في المنطقة قدام بيت زهرة، وساعتها الناس كلها كانت مبسوطة والزينة متعلقة في كل مكان، وزهرة زي اي بنت مصرية طلعت البلكونة عشان تتفرج على الفرح. في الوقت ده شافها البلطجي اللي كان متخانق مع جوزها، وللأسف الشر دخل في قلبه وعيونه كلها بقت حقد وغل. وساعتها راح لواحد صاحبه وشاور له عليها وقال له شايف البنت اللي واقفة في البلكونة دي؟ رد عليه وقال له ايوه. قال له دي مرات عبده اللي انا كنت متخانق معاه من فترة قريبة. فهنا صاحبه بص له وضحك وقال له يعني انت ناوي تسيب حقك ولا هتعمل ايه؟ رد عليه البلطجي وقال له لا طبعا، بس الانتقام المرة دي مش هيبقى خناقة. صاحبه رد عليه وقال له امال ناوي تنتقم ازاي؟ قال له انا هنتقم منه لدرجة ان اخليه يكره اليوم اللي اتولد فيه. المهم وبعد ما الفرح خلص والدنيا اتلمت، البلطجي قعد مع صاحبه على القهوة وقال له ان دي فرصة جات لنا لحد عندنا، وان الست دي اللي هي زهرة لازم تدفع تمن اللي جوزها عمله، وبكده هبقى خليته عايش مكسور بقيته عمره كله. رد عليه صاحبه وقال له انت عاوز ايه وناوي على ايه بالظبط؟ الست دي غلبانة وملهاش دعوة بحد. ساعتها رد عليه البلطجي وقال له ذنبها الوحيد في الدنيا انها مراته، ودي كفاية بالنسبة لي. المهم في الوقت ده بدأ البلطجي ان هو يلم شلته واحد ورا التاني، ودول ناس معروفين في المنطقة ان هم بلطجية زيه بالظبط، يعني ولا عندهم رحمة ولا عندهم دين. اللي معاه طبنجة، واللي كان معاه اسلحة بيضة، واللي كان معاه خرطوش، غيرهم كان معاهم اسلحة مختلفة. المهم ان البلطجي ده جمع 11 شخص وراحوا يقعدوا في مكان مع بعض، لهم عارفين الست اللي ساكنة في المكان ده، ووصف لهم عنوان زهرة، وقال لهم ان هي كانت واقفة في البلكونة يوم الفرح. ردوا عليه وقالوا له ايوه عارفينها، دي جميلة جدا، مش دي الست اللي هي مرات الراجل اللي انت اتخانقت معاه من فترة؟ قال لهم ايوه بالظبط، وبكده جه الوقت اللي انا اخد فيه حقي، ومراته هي هدفنا. المهم وفي نص الليل المجرمين ركبوا ميكروباص وبدأوا يغطوا وشوشهم واحد ورا التاني عشان محدش يعرفهم. وفي نص الليل والشارع ضلمة والناس كلها نايمة، الميكروباص بيوصل لشارع بيت زهرة، وساعتها نزل من العربية 8 أشخاص ملثمين، وفضل 3 قاعدين جوه العربية، وخدوا بعضهم وطلعوا فوق على شقة زهرة اللي كانت في الوقت ده نايمة جنب ابنها، وكان جوزها لسه مجاش من الشغل. المهم زهرة اتفاجئت ان في خبط جامد على الباب، وفي راجل بيزعق وبيقول لها افتح الباب ده بسرعه بدل ما كسره. طبعا زهره في الوقت ده خافت جدا وجريت على الاوضه، خدت التليفون عشان ترن على جوزها. جوزها رد عليها، راحت قايله له اللي بيحصل بالظبط، قال لها اقفلي السكه انا جاي لك حالا. زهره راحت خدت ابنها في حضنها وقفلت على نفسهم باب الاوضه، لكن للاسف الشديد وقبل ما يوصل زوجها كانوا البلطجيه كسروا باب الشقه ودخلوا على زهره، وهي اول ما شافتهم قعدت تصرخ وتنادي بعلو صوتها على امل ان اي حد يجي يلحقها. وبالفعل الناس سمعوا صوت صراخها، والناس
صحت من النوم والرجاله نزلوا للشارع، لكن للاسف محدش قدر يقرب خالص من العماره لان البلطجيه اللي تحت بدأوا ان هم يضربوا نار في الجو، وقالوا للناس ان اللي هيقرب منهم هيصفوه حالا. هنا انت متخيل كميه الاجرام اللي بتحصل، وكمان لك ان تتخيل ان زهره كانت لسه والده من شهرين تقريبا، وكانت بتترجاهم ان هم يسيبوها في حالها وبتقول لهم ابوس ايديكم سيبوني في حالي، وبرغم كل توسلاتها لان المجرمين شدوها باعلى قوه ورموها في الميكروباص. في الاخر اقول اخذهم بالخصم والرأفه ازاي؟ يا ست متاخده من بيتها، من سريرها في بيت جوزها، ومتجوزه ولسه مخلفه بقى لها شهرين ومع عيل رضيع، والده قيصري بطنها مفتوحه، وتتاخد من بيتها بالاسلحه الناريه وضرب النار في السلم وارهاب الناس كلها. 3 يشيلوها من باب الشقه، تنزل على مدخل العماره تلاقي فيه 2 تانيين معاهم الاسلحه والسيوف، ويشيلوها اوتوماتيك ويروحوا على الغيط، تروح تلاقي بقيه الفريق موجود. المجرمين اخدوا الست في العربيه وهي قاعده تصرخ وتستغيث ومش عارفه هي رايحه على فين، ومين الناس اللي وشوشهم ملثمه دي وهيعملوا فيا ايه، لكن ضحكهم واستهزائهم بيها كانت مبينه لها ان النهايه هتكون مأساويه. المهم ان هم وقفوا العربيه في مكان زراعي وكله ضلمه، ما كانش فيه هناك اي بيوت، وللاسف عزيزي المشاهد حصلت ابشع جريمه ممكن تتخيلها في حياتك كلها، وهي ان ال 11 مجرم بلا استثناء اعتدوا عليها لمده 4 ساعات متواصله، وهي لا حول لها ولا قوه، ملهاش غير الارض اللي ساكته والسما اللي شاهده، بس ربنا عمره ما يسيب حق المظلوم ابدا. المهم ان الوقت ده عدى على زهره كانه سنين طويله جدا لحد ما الساعه وصلت 5 الفجر. ال 11 مجرم دول كانوا خلاص خلصوا جريمتهم. ساعتها في واحد فيهم قال احنا نسيبها هنا ونمشي قبل ما النهار يطلع، لكن البلطجي اللي ما عندوش دين ولا رحمه قال لهم ان هو كلم ابراهيم صاحبهم يجي هو كمان يروق على نفسه، بعدها نبقى نخلص منها. وبالفعل بعد كام دقيقه ابراهيم ده وصل، ولكن هنا كانت المفاجاه اللي محدش يتوقعها ابدا. ابراهيم ده اول ما وصل وشافه الشاهد جمد مكانه وكان مرعوب ومش مصدق، لان زهره اللي اعتدوا عليها دي كانت اخت صديق عمره وهي كمان كانت عارفاه، واول ما شافته وقالت له ابوس ايدك الحقني. ابراهيم ساعتها همس لها وقال لها اسكتي خالص، مش عايزك تطلعي ولا كلمه عشان لو خدوا بالهم هيودوني انا وانت في داهيه. ابراهيم راح قال لهم ما تشغلوش بالكم يا رجاله، امشوا انتوا وانا هخلص معاها واخلصكم منها خالص. فجاي ساعتها صدقوه وركبوا معاه الميكروباص ومشوا. وهنا ابراهيم اول ما اتاكد ان هم مشيوا خلاص جرى على زهره وغطاها بالجاكيت وشالها ووداها على طول على المستشفى. واول ما وصلت على هناك الاطباء كانوا مرعوبين من المنظر، لان زي ما وصفت لكم حالتها كانت صعبه جدا، وبعد فحص الاطباء اتاكدوا ان حد اعتدى عليها، وبكده بقت خلاص جريمه رسميه ولازم يبلغوا الشرطه. وبالفعل خلال دقائق محدوده رجال مباحث وصلوا المستشفى، وابراهيم قال لهم على كل حاجه وقال لهم على اسامي ال 11 مجرم بالتفصيل. المهم ان بعد مده قصيره الشرطه قدرت تقبض على 9 منهم، وكان في 2 هربانين بس برضه اتمسكوا بعد فتره. المجرمين اتحقق معاهم والكل كان بينكر الكلام اللي ابراهيم بيقوله، لكن كان في بعض العينات اللي اخدوها من زهره في اليوم ده كانت متطابقه مع عدد من المجرمين اللي كانوا متهمين. غير كمان ان زهره بعد ما فاقت وقدرت تتكلم قالت ان هم دول فعلا المجرمين، خلاص بقوا متهمين بالقضيه دي وورقهم اتحول للمحكمه، اتحاكموا فيها قدام كل الناس، وتحولت القضيه دي لابشع قضيه في تاريخ مصر. في اول جلسه القاضي قال كلمته اللي هزت مصر كلها، حكمت المحكمه بالاعدام شنقا على ال 11 متهم. ساعتها القاعه اتقلبت من صرخات الاهالي اللي كلها دموع وعياط، ودول كانوا اهالي المتهمين، لكن كل الناس اللي بره كانت بتقول ان اخيرا العداله اخذت مجراها. صحيح ان البلطجيه عملوا استئناف على القضيه، لكن في سنه 2009 اتأيد عليهم الحكم بالاعدام. وفي اليوم ده عزيزي المشاهد القاضي قال كلمته الاخيره: المحكمه حضوريا للمتهمين الاول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، وغيابيا للمتهمين الرابع والخامس، وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا وبصحات الاحتمال. ودي كانت أول قضية تتسجل في التاريخ كله إنها اتحكم فيها على 11 متهم بالإعدام، وكلهم في قضية واحدة، وحقيقي كانت عبرة لكل مجرم مفكر إن دم المظلوم ممكن يروح هدر. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتنزل تقول لي إيه رأيك في الحكم اللي اتحكم على 11 متهم. تخيل انك دكتور شغلتك في الحياة انك ترسم الجمال، المشرط في ايدك مش سلاح، ده اداة فن. البنات بتجيلك العيادة وهي مطمنة انك هتطلع لها اجمل نسخة من نفسها. جريمتنا النهاردة من دكتور تجميل ونحت مشهور جدا بيلعب بالملايين واسمه بيهز العاصمة بغداد.
لكن ايه اللي بيحصل لما المشرط ده بيتحول لسلاح ولأداة تعذيب سادية؟ وايه اللي يوصل الايد اللي بتصلح الوشوش للايد اللي بتشوه الوشوش؟ اهلا بيكم، انا اسمي عمرو، والنهارده احنا بنحكي جريمة مش مجرد جريمة عادية، احنا بنفتح ملف مرعب عن دكتور تجميل اللي قرر فجأة ان هو يمسح جمال مراته من الوجود لأغرب وأبشع سبب ممكن يتخيله عقل بشر. الحكاية دي لسه حاصلة في العراق، تحديدا في مدينة بغداد، وفجأة قلبت الوطن العربي كله. لو انت قلبك جامد وجاهز انك تسمع معايا الكواليس، ياريت تنزل تحط اشتراك وتعمل لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، عشان اللي هسمعهولك النهاردة محتاج تركيز ونفس طويل. فيلا اعدل سماعتك ويلا نبدأ. قبل ما ندخل في تفاصيل الجريمة اللي حصلت في عيادة بغداد، تعالوا نبص على الموضوع من بره شوية. يعني يا ريتنا بنقلد بعض في حاجة عدلة أو كويسة، لكن للأسف احنا بقينا بنقلد بعض وبنتأثر بالجرايم والمصايب. فاكرين طبعا البنت اللي اسمها نيرة أشرف اللي ماتت عند جامعة المنصورة، اللي قتلها واحد معجب بيها بسبب إن هي رفضته. الجريمة دي لما حصلت وسعت دايرة الهوس واتكررت في أكتر من دولة عربية زي تونس وزي لبنان، والنهاردة الدايرة بتوسع وبتوصل لدولة العراق. الجريمة اللي حصلت في مجمع النخل في العاصمة بغداد بتثبت دايما ان الوشوش خداعة، وان المجرم ممكن يكون لابس بلطو ابيض ودكتور مشهور وكمان بيعمل محتوى على النت، بس جواه وحش نرجسي مريض. القصة بتبدأ عند دكتور مشهور في مجاله واسمه مسمع في كل حتة، دكتور محمد العقيدي، وشهرته في العراق ابو النحت، دكتور تجميل من الطراز الاول. وانتوا طبعا عارفين عمليات التجميل اللي هي معتمدة على النحت. يعني الراجل ده مشهور وفنان جدا في شغله، والبنات بتروح له عشان تحسن من قوامها. كان وصل لقمة النجاح والشهرة والفلوس. ودكتور محمد العقيدي كان متجوز دكتورة اسمها تبارك، والدكتورة تبارك دي كانت شريكته في الحياة وفي البيزنس، كانت تعتبر شريكته في البيزنس وفاتحين المعمل مع بعض. الاتنين كانوا شغالين مع بعض والدنيا ماشية زي السكينة في الحلاوة، وكان عندهم ولدين. بس كل ده بدأ ينتهي لما بدأت تظهر دكتورة اسمها فيروز. وسط الزحمة والنجاح ده كان المركز محتاج دكتورة تخدير. للأسف وقع الاختيار على الدكتورة فيروز. فيروز كانت دكتورة تخدير شابة ولسه صغيرة، وكان ربنا مديها جمال ملفت للعين. طبعا مركز تجميل وبنشيل حاجات وبنركب حاجات، ده محتاج ان يكون في موجود دكتور تخدير شاطر. ومع دخول فيروز المركز بدأ يحصل مشاكل كبير جدا بين الدكتور محمد ومراته والدكتورة تبارك. الخلافات كبرت بينهم بشكل كبير لحد ما الدكتورة تبارك سابت المركز، وبعدها بفترة اتطلقوا، وقام محمد العقيدي متجوز الدكتورة فيروز وخلف منها ولد، وعاشوا مع بعض فترة مش قصيرة مع ابنهم اللي هم مخلفينه. بس للأسف حصل بينهم برضو مشاكل ومعرفوش يوصلوا لأي حل بينهم لحد ما الدكتورة فيروز سابت المركز هي كمان، وبعدها حصل الطلاق. الدكتورة فيروز بعد ما اتطلقت وعاشت حياتها الجديدة، كانت عايشة حياتها وبدأت انها تعمل محتوى وتنزل فيديوهات على التيك توك وعلى الانستا، فيديوهات بتبين شطارتها في شغلها وفيديوهات بتبين جمالها، خصوصا الناس اللي كانت بتعلق على عينيها. محمد العقيدي كان بيتجنن من النقطة دي، ما كانش مصدق ان هم سابوا بعض، وما كانش مصدق ان هي ممكن تروح لراجل تاني. دكتور محمد ده مرة قال ان هو دكتور تجميل، بس هو كان دايما بيختار الجمال الطبيعي، عشان كده فيروز كانت اختياره الاول. اديك مثال للنرجسية بتاعة الشخص ده وصلت لفين، زي بالظبط المستشار القاضي اللي قتل مراته في ممشى 6 اكتوبر عشان بس ادرك ان هي خلاص هتتطلق منه وتعيش حياتها بعقلية مفيش حد غيري يلمسها بعد ما انا اطلقها. الخلافات زادت بين العقيدي وفيروز لدرجة ان هي بدأت بعنف. الدكتورة فيروز سابت المجمع اللي هي عايشة فيه واخدت ابنها وراحت تعيش في مجمع النخل في بغداد. وبكده هي عايشة حياتها وطليقها هو كمان عايش حياته. لكن الوحش اللي جوه العقيدي عمره ما نام ابدا. كان في كلام بيوصل للعقيدي ان فيروز هتشوف حياتها وتتجوز، واول ما الدكتور محمد العقيدي سمع الكلمتين دول اتصل بيها وقال لها ان هو عايزها في حوار، وقال لها ان هو عايز ياخد ابنه عشان يفسحه، واخد نفسه وراح لها الشقة اللي هي عايشة فيها في مجمع النخل. العقيدي وصل العمارة ورن الجرس، واللي فتح له كان ابنه الصغير. راح ينادي على امه وقال لها بابا واقف على الباب، ولما هي راحت على الباب قال لها انا عايز اتكلم معاكي شوية، ودخل على طول وقفل الباب وراه. وهنا بدأ الكابوس اللي محدش يقدر يستوعبه. العقيدي نزل فيها ضرب مبرح، درجة ان هو كسر لها عظم وشها من الناحيتين. وطبعا كان عامل حسابه وكان معاه أداة حادة من الأدوات اللي بيستخدمها في عمليات التجميل. بكل بشاعة ووحشية قال لها عينيكي دي أحلى عين أنا شفتها في حياتي، وحط الأداة الحادة على عينيها وخلع العين بالكامل من مكانها. انتوا عارفين يعني ايه خلع العين؟ يعني العين الشمال دي كلها طلعت في ايده. يعني الأداة الحادة دي كان جايبها عشان يخلع عينيها عشان محدش غيره يستمتع
بجمالها. شايفين المرض النفسي بيوصل لايه؟ وللاسف ما اكتفاش بكده، ده راح حط زيت يغلي في المطبخ وجاب ميه نار وكب الزيت وميه النار على عينها اللي خلعها وعلى بقيه وشها كله عشان يشوه ملامحها كلها ويمسح جمالها من الدنيا تماما. العقيدي بعد الجريمة البشعة دي أخد ابنه الصغير وحاول يهرب من العراق عن طريق حدود سوريا، لكن قوات الحدود كانوا صاحيين واتمسك على الحدود. في التحقيقات والاعترافات طلع يقول بكل بجاحة إنه كان ما يقدرش يعيش وهي في حضن راجل غيره. دكتورة فيروز طبعا اتنقلت المستشفى وكانت في حالة شبه منتهية، وقعدت فترة في العناية المركزة بحالة صعبة جدا وبتصارع الموت. وهنا ظهر تصريحات مختلفة من ناس أعلنت وفاتها رسميا وناس أعلنت إن هي لسه في العناية المركزة في حالة حرجة. وبصراحة أنا ما عنديش المعلومة الأكيدة، فياريت لو حد يعرفها يكتب لي في الكومنتات. الجريمة دي قلبت الرأي العام في العراق وفي الوطن العربي كله، لدرجة إن رئيس الوزراء محمد الشياع أمر بسرعة التحقيقات وبمحاكمة الجاني بسرعة جدا. وادي الدكتور اللي كان واخد شهرة عالية جدا واسمه أبو النحت طلع في الاخر مريض نفسي مش مستحمل ان هو يشوف جمال كان في ايده وهيكون في ايد حد تاني، فقرر وبكل بساطة ان هو ياخد الجمال ده نهائيا. لحد امتى هنشوف الناس اللي هم المفروض متعلمين ودكاترة ومستشارين بيقلبوا مرضى نفسيين؟ ولحد امتى هوس الشهرة والسوشيال ميديا هيفضل يدفع ثمنه ارواح ناس بريئة؟ شاركوني برأيكم في الكومنتات، هل حكم الاعدام كافي للدكتور محمد العقيدي ولا لازم يتعاقب بنفس الطريقة اللي عاقب بيها الدكتورة فيروز؟ ما تنساش لو وصلت معايا لحد هنا انك تحط لايك وتشترك في القناة عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد في أسرع وقت ممكن. استنوا الفيديو الجاي والقصة الجديدة. النهاردة هنتكلم عن واحد من أقوى تجار المخدرات في الخليج ومن أكبر الرؤوس اللي ساهمت في انتشار المخدرات في الكويت وفي الدول الخليجية، وكان زعيم عصابة كبيرة جدا موجودة في الدول الخليجية وفي إيران، والأجهزة الأمنية عانت معاناة كبيرة جدا عشان تمسك عليهم أي دليل. مين هو أبو حبيل اللي لقبوه الناس ببابلو اسكوبار العرب، وإزاي ذكاء ودهاء واحد من الضباط قدر إنه يتغلب عليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة بتتفرج عليا فأنا اسمي عمرو، بقدم محتوى عن قصص الجرائم الحقيقية والرعب، فياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وياريت تعمل لايك عشان تساعدني إن أكمل. النهاردة هنتكلم عن واحد من أكبر مجرمي الخليج وأكثرهم شرا. الشخص ده اسمه أبو حبيل، واسمه اتشهر جدا تحديدا في التسعينات، وكان ذكي جدا ومجنن الشعب والحكومة الكويتية، وكمان رجال المباحث الكويتية كانوا عارفين عنه كل حاجة من تحركاته وحتى عنوان بيته وبيروح فين وبيجي منين وكل حاجة حرفيا، بس مفيش معاهم اي دليل يخليهم يعرفوا يمسكوه، مع انهم كانوا عارفين كل جرايمه وكل حاجه عملها قبل كده، بس برضه لو مسكوه بدون اي دليل هيطلع منها بكل سهوله، لان مفيش اي حاجه تدينه قانونيا. جرايم أبو حبيل وتجارته كانت كتير جدا لدرجه مهوله وكانت منتشره في كل دول الخليج. محاوله الامن الكويتي انه يعرف يمسكه متلبس ما قعدتش سنه ولا سنتين، لا دي قعدت اكتر من 7 سنين. تخيل انك تكون عارف ان الشخص ده مجرم وعارف جرايمه كلها وعارف هو بيعمل ايه بالظبط، بس مفيش معاك اي حاجه تدينه، لدرجه انك تقعد 7 سنين مش عارف تمسك عليه اي حاجه. أبو حبيل ده كان ذكي جدا لدرجه انه كان موظف ناس عنده بيراقبوه هو شخصيا ويراقبوا كل حاجه تخصه، وكمان كل الشوارع اللي كانت قريبه لبيته متراقبه من ناس تبعه هو عشان اي حركه غريبه تحصل يبلغوه بيها على طول. أبو حبيل اتقبض عليه اكتر من مره بسبب شكوك، بس كان بيطلع على طول ان مفيش معاهم اي دليل يدينه، وكمان لما كانوا بيفتشوا بيته ما كانوش بيلاقوا اي حاجه، وده اللي كان محيرهم، ازاي حد مجرم احنا عارفين عنه كل حاجه وبرضه مش قادرين نمسك عليه اي دليل؟ لحد ما قرر مدير المباحث الكويتيه انه هيتولى القضيه دي بنفسه ولوحده بس، وقال ان الموضوع زاد عن حده، ويعني ايه قضيه تقعد اكتر من 7 سنين مش عارفين نحلها، وعمل اجتماع عاجل وقال فيه ان هو اللي هيتوكل بالقضيه ومفيش اي حد فيكم يعمل اي حاجه ولا حتى يحاول يقرب منه، وانا هجيبه لكم متلبس. وتاني يوم بعد الاجتماع على طول راح مدير المباحث لبيت أبو حبيل وهو متنكر في لبس عامل باكستاني، تحديدا العامل اللي بيغسل عربيه أبو حبيل، وكلم العامل اللي هناك وقال له ان هو من المباحث وطلب منه انه يمشي من المنطقه كلها وما يشوفوش هنا تاني، واتفق معاه واخد منه العجله بتاعته، وقعد مدير المباحث بنفسه يغسل عربيه أبو حبيل كل يوم على امل يمسك عليه اي دليل. تخيل ان مدير المباحث بنفسه يغسل سياره مجرم مطلوب للعداله بقاله 7 سنين. مدير المباحث ده كان معروف ان عنده خبرات سابقه في التعامل مع قواضي زي دي، وكمان كان معروف عنه انه ذكي جدا، عشان كده وكل نفسه بالقضيه دي، وكان عنده ثقه جدا في نفسه انه هيعرف يمسكه متلبس. ولحد ما في يوم من الايام أبو حبيل شافه وهو بيغسل سيارته وقال له انت مين وايه اللي جايبك هنا، وساله عن العامل الباكستاني اللي كان بيغسل السياره. رد مدير مباحث وقال له ان العامل الباكستاني سافر وسابه يشتغل مكانه، وقال له كمان لو مش عايزني اغسل سيارتك عادي هسيبها
وامشي. وطبعا الكلام ده كله ما كانش باللهجه الكويتيه، كان مغير لهجته للهجه الباكستانيه. بس ابو حبيل كان ذكي جدا مش غبي، ودي كانت المواجهه بين اذكى مجرم واذكى ضابط. ابو حبيل قرر انه لازم يتاكد مين الشخص ده، لانه بطبيعته انه تاجر مخدرات ومتخفي لازم يشك في كل الناس حواليه. فقرر انه هيختبره ويعرف فعلا هو عامل ولا مخبر ولا من المباحث. بس قبل ما اقول لك الاختبار كان ايه، اوعى تكون نسيت تشترك في القناه عشان عايزين نوصل 10000 مشترك قبل 2026 زي ما قلت في الاول، وما تنساش تعمل لايك. ابو حبيل قال له خلاص يغسل السياره، بس طبعا كانت خطه الاختبار اتكونت في دماغه وهينفذها خلاص. وبعد فتره بقى يسيب كميه صغيره من المخدرات في العربيه، يعني حتى لو اتمسك بالكميه دي هيلبس قضيه تعاطي مش اتجار ومش هيقعد فيها كتير. وحط الكميه الصغيره دي في العربيه ونادى على العامل اللي هو مدير المباحث وقال له يلا اغسل السياره. بس طبعا وزي ما قلنا من شويه مدير المباحث كان شخص ذكي جدا برضه، ولما شاف المخدرات في العربيه قرر انه مش هيعمل اي حاجه وهيسيبها في مكانها، لانه عرف ان ابو حبيل كان بيحاول يختبره. ولما خلص غسيل السياره ابو حبيل جه عشان يطمن على السياره ولقى المخدرات زي ما هي في نفس مكانها، بس برضه ما اقتنعش وقرر انه هيختبره تاني. والمره دي حط فلوس كتير جدا في العربيه، ولما رجع بعد ما اتغسلت برضه لقاها في مكانها. فخلاص ابو حبيل بقى واثق جدا في العامل ده اللي هو مدير المباحث بنفسه، وقرر انه هيخليه يشتغل معاه على طول. فبقى كل يوم مدير المباحث يلبس الصبح لبس العامل الباكستاني ويركب العجله بتاعته وينزل يروح على بيت ابو حبيل عشان يغسل عربيته. وبعد فتره ابو حبيل بقى واثق فيه جدا عشان كان بيسيب حاجات مهمه جدا في العربيه وكان بيرجع عليها زي ما هي في مكانها. فاكيد انت لو لقيت عامل بالامانه دي لازم تخليه معاك وتشغله معاك على طول. وكده يبقى مدير المباحث نفذ اول خطوه في الخطه بتاعته، وهي انه يكسب الثقه بتاعت ابو حبيل بنسبه 100%. مدير المباحث ما كانش عايز يمسك ابو حبيل على كميه قليله من المخدرات او الفلوس، عشان كان عايز يضمن انه يتحبس اكبر مده ممكنه وما يخش في قضيه سهله. طب ابو حبيل ما كانش بيجيب معاه اي مخدرات البيت، فازاي مدير المباحث هيقدر يمسك عليه حاجه وهو شغال تحت بيته؟ خطه مدير المباحث كانت انه يعرف الاماكن اللي ابو حبيل بيجيب منها الكميه الكبيره دي من المخدرات، ويعرف الشبكه بتاعته كلها شغاله فين بالظبط وايه مصادرهم وايه الاماكن اللي بيوزعوا فيها. والوضع ده استمر 3 شهور كامله مدير المباحث بيغسل سياره ابو حبيل كل يوم تحت البيت، لحد ما جه اليوم اللي ابو حبيل ساب كميه مخدرات كبيره جدا في العربيه بتاعته لانه كان بينقلها، بس حصل له ظرف طارئ وقرر انه يؤجل النقل للفجر. فقرر انه هيشيل الكميه الكبيره دي كلها في شنطه العربيه وهيجيب العربيه عند البيت بعد العشاء، وكان مقرر انه هيحركها بعد الفجر، يعني هيقعد بس كام ساعه. وفي الكام ساعه دي مدير المباحث وصل عشان يغسل العربيه، وبالصدفه شاف الكميه الكبيره جدا دي من المخدرات وقال خلاص الكميه الكبيره دي كفيله انها تدخله السجن بقيه عمره، ودي فرصتي اللي انا مستنيها من زمان وجات لي من السماء ولازم استغلها. وعلى طول قرر يتصل بدايره المباحث ويقول لهم يلا الخطه اكتملت وابو حبيل مستنيكم في البيت. طبعا الكميه كانت كبيره جدا جدا، ولما المباحث الكويتيه وصلت لبيت ابو حبيل مسكوه واعتقلوه متلبس بكميه مهوله من المخدرات. في المحاكمه اتحكم عليه ب 15 سنه سجن. ابو حبيل كان محيرهم من سنه 1991 وتم اعتقاله في سنه 1998، يعني 7 سنين كامله مش قادرين عليه. وطبعا الناس كلها فرحت بالخبر وحيوا مدير المباحث على ذكائه وشطارته انه قدر يحل قضيه بقى لها 7 سنين لوحده من غير مساعده اي حد. كلكم ممكن تفتكروا دلوقتي ان دي النهايه وان القصه خلصت كده. طب بالله عليك من كلامنا على ابو حبيل وتعظيمنا في ذكائه، هل تفتكر انه هيفضل ساكت ويعيش حياته في السجن عادي كده من غير ما يحاول يخطط لاي حاجه؟ اكيد لا. يعني ابو حبيل كان عنده قوه ونفوذ وكمان فلوس كتير جدا. اللي حصل ان بعد فتره قصيره جدا من دخول السجن ابو حبيل اختفى وكانه فص ملح وداب وبدون اي اثر. والحكومه الكويتيه عملت تحقيقات كتير جدا بس برضه محدش عارف هو هرب راح فين. والغريب كمان ان ابو حبيل ما اختفاش لوحده، لا ده اختفى ومعاه 6 مساجين كمان. مش كفايه انهم هيدوروا عليه لوحده، دول كمان هيدوروا على 6 مساجين هربوا معاه. والمشكله ان ال6 مساجين دول مش مساجين عاديين، دول كمان كانوا تجار مخدرات ايرانيين ومعتقلين في الكويت. التحقيقات كبرت جدا ووصلت لكل شخص شغال في السجن، اي حد في السجن من اول العمال لحد اكبر ضابط، وحتى المساجين كان بيتحقق معاهم في القضيه دي، بس ما كانش فيه اي نتيجه لحد ما في فكره جت في دماغ واحد من الضباط اللي شغالين في السجن. والفكره دي كانت انهم يكشفوا على الحسابات البنكيه لكل الضباط اللي شغالين في السجن، يمكن يكون حد فيهم خد رشوه منه ولا حاجه. وبرضه بعد ما كشفوا حسابات كل اللي في السجن ما لقوش فيه اي حاجه غريبه، لحد ما وصلوا لاكبر واحد في السجن واللي كان بعيد عن كل الشبهات، وهو مدير السجن نفسه، واللي كان مفيش حد بيشك فيه ومستحيل حد خالص يشك فيه. لما كشفوا على حسابه البنكي لقوا ان في تحويل بقيمه 600,000 دينار كويتي، يعني حوالي 6 مليون ريال سعودي. والغريب ان الفلوس دي دخلت حسابه في نفس اليوم اللي ابو حبيل وال6 مساجين هربوا فيه. وطبعا جابوا مدير السجن واتحقق معاه، ومن كتر الضغط اللي حصل عليه اعترف بجريمته، وقال لهم ان هو اللي هربهم من السجن وهربهم بسيارته الخاصه، وان اللي ساعده كان حارس بوابه السجن، وان نصيبه كان 100,000 دينار. وكانت العمليه سهله جدا لان مفيش اي حد شك فيهم. وقال كمان ان
انه وداهم على المينا وسافروا على ايران. طبعا مدير السجن والعامل اللي كان معاه اتحكم عليهم ب5 سنين سجن مع الاشغال الشاقه واتفصلوا من شغلهم. ورجعت الشرطه الكويتيه من تاني تدور على ابو حبيل بس مفيش معاهم اي دليل عن مكانه، لحد ما بعد سنتين كاملين وصل لهم معلومه مهمه جدا، والمعلومه دي بتقول ان ابو حبيل رجع تاني لتجاره المخدرات، وان هو اكبر واحد بيتاجر في المخدرات في المنطقه، وانه دلوقتي قاعد في الامارات مش في ايران، وانه كمان دخل الامارات بجواز سفر مزيف وقعد على كده مده. بس بعد فتره مش طويله مسكته الشرطه الاماراتيه بالصدفه بكميه مخدرات كبيره جدا داخله من ايران للامارات، واتحكم عليه في الامارات ب10 سنين سجن واتسجن وخرج في سنه 2017. بس برضه ما طلعش من السجن، ان الكويت طلبت الامارات بانهم يسلموه عشان يقضي المده اللي كان محكوم عليه بيها واللي كانت 15 سنه سجن. وفعلا حصل تعاون بينهم، والامارات سلمت بو حبيل للانتربول والانتربول سلم بو حبيل للكويت. ولما وصل للكويت مش بس اتحكم عليه ب15 سنه سجن، ده كمان اتحكم عليه ب10 سنين سجن كاملين. وصلت مده الحكم بتاعه ل 25 سنه بدايه من 2017، يعني لو فضل عايش او احنا فضلنا عايشين هيخرج في سنه 2042. وده عقابه في الدنيا، غير طبعا عقابه في الاخره عند ربنا. وكده احنا وصلنا لنهايه القصه. يا ريت تقول لي ايه رايك فيها، ويا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الاشتراك وتعمل لايك وتقول لي رايك في الكومنتات. الشباك على طول، تحت الشباك على طول حفروا هنا تحت هنا بعمق 2 متر هتلاقوا ايه جثه. اللي قدامنا ده اسمه قذافي فراج عبد العاطي، واحد من اذكى السفاحين في مصر والوطن العربي، ولقب الشهرة بتاعه اللي كلنا عارفينه او سمعنا عنه هو سفاح الجيزة. والغريب انه رغم كل الذكاء ده اتقبض عليه بالصدفة، بس لما اتقبض عليه كان باسمه شخصية مختلفة خالص. ازاي يقدر يعمل كده غير لو كان فعلا ذكي وذكائه ده خلاه يبقى عنده مرض نفسي؟ يا ريت قبل ما نكمل القصة تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان عايزين نوصل 10000 مشترك قبل 2026. هنعرف دلوقتي قذافي عمل ايه بالتحديد وازاي عرف يعمل ده. قذافي كان شخص طبيعي جدا وعادي، بس ظروفه الماديه مش مساعداه انه يعيش الحياه اللي هو عايزها. فبعد تفكير اسابيع قذافي قرر انه يشتغل في سمسره العقارات، واشتغل فتره وسيط عقاري في بيع العقارات والاراضي. ولحد سنه 2014 تحديدا بعد ما كسب فلوس كتير جدا من مجال سمسره العقارات، قرر انه يستقيل من الوظيفه الحكوميه بتاعته ويستمر في المجال ده. وبعدها بسنه تحديدا في سنه 2015 قذافي اتعرف على بنت اسمها فاطمه الزهراء، وفاطمه في وصفها لقذافي قالت انه شخص طيب جدا والناس كلها بتحبه. قذافي بعدها بكام شهر اتجوز فاطمه الزهراء باسمه وشخصيته الحقيقيه، ودلوقتي هتعرف ليه انا قلت لك باسمه وشخصيته الحقيقيه. بس فاطمه ما كانتش تعرف انها الزوجه الثانيه. الزوجه الاولى كان متجوزها بقاله شهرين باسمه وشخصيته الحقيقيين برضه، بس لسه في زوجات تانية كتير واسامي وشخصيات تانية كتير هنعرفهم كمان شويه. لحد دلوقتي الدنيا تمام، شخص عادي ومستقر في حياته ماديا ومتجوز 2، بس ما فيش ولا واحده فيهم تعرف ان في زوجه كمان. نفس السنه اللي هي 2015 قذافي ارتكب اول جريمه ليه. الضحيه ما كانتش حد غريب، كانت اخت مراته الثانيه فاطمه الزهراء وكان اسمها نادين. قذافي ونادين كانوا على علاقه غير شرعيه قبل ما يتجوز فاطمه، ولما نادين عرفت ان قذافي هيتجوز اختها ما سكتتش، وكانت مقرره انها تفضحه قدام اهلها وتقول لهم على الحقيقه وتقول لهم انه كذاب ومخادع. قذافي ساعتها بدا يخاف منها وكان بيفكر ازاي يسكتها ويخليها ما تقولش اي حاجه. قذافي كان غير اي مجرم تاني، كان بيفكر في كل تفصيله صغيره قبل الجريمه وبعد الجريمه. نادين كانت بتحب التمثيل جدا وكان نفسها في اي فرصه حقيقيه تحاول تثبت فيها نفسها، فبالتالي قذافي قرر يستغل الحته دي وقال لنادين انه هيجيب لها فرصه تمثيل حقيقيه زي اللي كان نفسها فيها، وانه يعرف واحد مخرج سوري هيخليها تمضي العقد على طول وتشتغل على طول. بس كان الشرط الوحيد انها تطلع تمثل بره مصر. الاول اهل نادين رفضوا الموضوع ده، فاطمه الزهراء اختها اتدخلت وحاولت انها تقنع اهلها، بس برضه فضلوا مصرين على الرفض لحد ما قذافي قدر ان هو يقنعهم لانهم كانوا بيحبوه جدا وشايفينه راجل محترم. واول لما خلصت كل حاجه نادين بدات تجهز حاجتها ومضت العقد وسافرت. والغريب انها اول ما سافرت اتقطعت علاقتها باهلها تماما، ما بقاش في اي وسيله اتصال بتحصل بينهم، وكانت اخبارها بتوصل لهم كل فتره من رسائل من رقم تليفونها وبس، وكل مره بتديهم حجه مختلفه. اهل نادين بداوا يشكوا في الموضوع وكلموا قذافي انه يتواصل مع المخرج السوري اللي هو صاحبه ويحاول يوصلهم ببنتهم. قذافي بدا يدور معاهم زيهم بالظبط، حاول يتصل على المنتج السوري بس ما كانش فيه اي رد. الحقيقه اللي اظن ان كلكم متوقعينها هي ان نادين ما سافرتش اصلا وما كانش فيه اي عقد. قذافي كان قاتل نادين من اول يوم طلعت فيه بره البيت ودفنها، بس قذافي قدر يقنع اهلها ان شكل نادين سافرت وهربت ومش عايزه تعرفهم تاني. في نفس الفتره دي قذافي كان عنده صديق يعتبر صديق عمره وكان مسافر شغال بره مصر، وكان شغال مهندس والناس بتناديه تقول له المهندس رضا.
قذافي بدأ يقنع المهندس رضا انه يبعت له فلوس عشان يستثمرها في الاستثمار العقاري، وقدر يقنعه انها بتجيب ارباح كويسه جدا وفلوس كتير. حكم الصداقه والثقه بينهم، المهندس رضا بدأ يبعت له فلوس كتير جدا كل شهر. لكن المهندس رضا وبعد ما عدى فتره كبيره جدا من غير اي ارباح بدأ يشك في الموضوع. حجم التحويلات الماليه للمهندس رضا كان بعتها للقذافي، وعشان تتخيل هي كبيره قد ايه، كانت وصلت ساعتها ل 3 مليون جنيه. وساعتها قرر المهندس رضا انه ينزل مصر عشان يشوف في ايه. ولما كلم القذافي قبلها قال له ان هو اشترى له بفلوسه دي املاك كتير جدا في مصر، وانه لو باعها هيجيب فلوس اكتر. فالمهندس رضا نزل مصر عشان يشوف الاملاك دي. قذافي لما عرف ان المهندس رضا نازل مصر قرر انه ينفذ باقي الخطه اللي كانت خلاص اتكونت في دماغه. وراح قذافي يستقبل المهندس رضا في المطار، وقال له على طول انه عايز يوريه شقه من الشقق اللي اشتراها له بفلوسه، وبالمره يعزمه على اكله كشري عشان كان نفسه فيها من زمان، حكم انه كان عايش بره يعني. ولما وصلوا على البيت والمهندس رضا شاف شكل البيت عجبه جدا وشكر القذافي، وكمان اعتذر له انه شك فيه، وقعدوا ياكلوا الكشري ويهزروا مع بعض. بس اللي المهندس رضا ما كانش يعرفه هو ان قذافي كان حاطط له سم في الكشري. ولما بدا يظهر مفعول السم على المهندس رضا، قذافي راح على المطبخ وجاب حته حديده كبيره كان مجهزها، فضل يضربه بيها على دماغه ضربه ورا ضربه ورا ضربه لحد ما اتاكد انه مات. قذافي كان محضر شنطه كبيره جدا عشان ينقل فيها المهندس رضا لشقه تانية مكتوبه برضه باسم المهندس رضا، ودفنوا فيها. وبعد ما خلص جريمته قذافي رجع تاني على المنطقه بتاعته. ولما اهل المهندس رضا حسوا ان المهندس رضا اتاخر سالوا قذافي عليه. قذافي قال لهم انه راح خد المهندس رضا من المطار واتغدوا مع بعض وقعدوا مع بعض شويه، وبعد كده ما يعرفش عنه اي حاجه، ونزل يدور معاهم في كل مكان عن المهندس رضا، وطبعا ما فيش اي نتيجه لحد ما وصل رساله لاهله تحديدا على تليفون اخت المهندس رضا من رقم غريب. والرساله دي كانت بتقول ان هو المهندس رضا، وانه اتقبض عليه وهو ماشي في الشارع لان ساعتها كان في مظاهره، وما يعرفش الامن رحله على فين. طبعا اللي كان باعت الرساله دي هو قذافي. قذافي ساعتها بدا يحس ان القتل واخفاء الجثث حاجه سهله جدا. قرر انه ينتقم من زوجته الاولى اللي اسمها فاطمه زكريا، واوعى تتلخبط، فاطمه زكريا دي زوجته الاولى وفاطمه الزهراء زوجته الثانيه. قذافي قرر ينتقم منها بسبب خلاف حصل بينهم لما زوجته اللي هي اسمها فاطمه زكريا شافت بطايق كتير جدا باسامي مختلفه وكلها عليها صور القذافي، وهددته انها تفضحه وتبلغ عنه لانها شكت ان هو نصاب، لان مين ممكن يكون عنده بطايق شخصيه كتير جدا وكلها باسامي مختلفه غير لو هو فعلا نصاب. عشان كده قذافي قرر انه يتخلص منها بنفس الطريقه اللي اتخلص بيها من المهندس رضا، وحط لها سم في الاكل. بس لما ماتت قذافي قرر انه يعمل حاجه مختلفه المره دي، وقرر انه هيقطع جثتها لحتت صغيره ويعبيها في اكياس ويجمدها، وساب الحتت الصغيره دي لحد ما اتجمدت وخدها ونقلها للشقه اللي فيها المهندس رضا، وكان محضر حفره عشان يخفي فيها الجريمه الثالثه. قذافي بعد ما خلص دفن مراته الاولى قرر انه هيجدد الشقه دي ويعرضها للايجار، وفعلا وبعد التجديدات الشقه اتاجرت لاسره عاشوا فيها لمده 4 سنين وما كانوش يعرفوا ان في جثتين مدفونين تحتهم. وبعد ما خلص الجريمه دي راح لاهلها عشان يسالهم عنها، وقال لهم انها سرقت من البيت فلوس وذهب وهربت، وانه ما يعرفش عنها اي حاجه. بس اهلها ما صدقوش الكلام ده عن بنتهم، وقرروا انهم يقدموا بلاغ عن قذافي ويتهموه بان هو السبب في اختفاء بنتهم. بس للاسف ما كانش فيه اي دليل واضح يدين قذافي. وبعد ما عدى فتره والموضوع هدي شويه، قذافي كان معاه توكيلات بالتحكم في كل ممتلكات المهندس رضا، فقرر ان هو يستغل الموضوع ده ويبيع كل ممتلكات المهندس رضا عشان ياخد فلوس كتير. وقبل ما قذافي يبيع الممتلكات دي بعت رساله للمحامي بتاع المهندس رضا وكتب له فيها ان هو المهندس رضا وانه عمال يترحل من سجن لسجن ومش عارف هو فين دلوقتي. عشان كده قلت لك ان قذافي ما كانش بيسيب وراه اي دليل وكان ذكي جدا. وبعد ما باع الممتلكات بتاعه المهندس رضا خد الفلوس كلها وسافر على اسكندريه. محامي واهل المهندس رضا عرفوا بموضوع بيع الممتلكات ده وعرفوا ان قذافي هو اللي باعها، راحوا عملوا فيه بلاغ واتهموه بان هو السبب في اختفاء المهندس رضا. الوقت ده كان قذافي عمل حاجه غريبه جدا. قذافي بعد ما راح اسكندريه ما راحش بشخصيته ولا باسمه الحقيقيين، لا ده راح منتحل اسم وشخصيه المهندس رضا نفسه. الغريب انه قدر يطلع كل الاوراق الرسميه اللي تاكد على كده، وعاش في اسكندريه باسم المهندس رضا على اساس ان شغله في هندسه الالكترونيات. لو وصلت لحد هنا اوعى تنسى انك تشترك في القناه وما تنساش اللايك. وقذافي اللي هو اسمه دلوقتي المهندس رضا اتعرف على بنت في اسكندريه وبقى في علاقه رسميه بينهم، وكان واعدها بالجواز، بس كمان قدر يقنعها انه عنده افكار استثماريه كبيره جدا وخد منها مبلغ كبير على اساس انه شغل لها الفلوس دي ويديها المكسب بتاعها. عدت فتره كبيره تقريبا كام شهر والبنت ما كانش بيخش لها اي مكسب، وحست ان المهندس رضا بيماطلها اللي هو قذافي يعني، فراحت وطلبت منه فلوسها كامله. قذافي قال لها انه دلوقتي معوش اي فلوس كاش، ممكن يديها فلوسها على شكل اجهزه كهربائيه. فالبنت وعشان تضمن حقها وافقت وقالت له ماشي، بس طلبت منه انها تشوف الاجهزه الاول. فقذافي قال لها انهم في المخزن بتاعه، وقال لها تعالي شوفيهم لو عايزه تطمني عن حقك. ولما البنت اللي كان اسمها ياسمين بالمناسبه وصلت المخزن، قذافي خنقها وضربها على دماغها اكتر من ضربه
لحد ما اتاكد انها ماتت ودفنها في المخزن. وبعد فتره من جريمته الرابعه، قذافي او المهندس رضا دلوقتي اتجوز بنت صيدلانيه، والبنت دي كانت مستقره ماديا جدا وكانت من عيله غنيه. وبعد 3 شهور بس من الجواز البنت دي ما ارتاحتش معاه وطلبت منه الطلاق لانها ما ارتاحتلوش وكانت متاكده ان في وراه حاجات كتير. قذافي وافق على الطلاق، بس اكيد انه ما عداش الموضوع عادي كده وقرر انه ينتقم منها. بس المره دي انتقامه ما كانش بالقتل زي كل مره. قذافي راح الفيلا بتاعت حماه وحماته متنكر وهو لابس نقاب، وقدر انه يسرق فلوس ومشغولات ذهبيه كتير جدا. اهل مراته اتهموه هو اول شخص بالسرقه وقدموا فيه بلاغ، بس البلاغ طبعا كان باسم المهندس رضا ساعتها اللي قذافي كان منتحل شخصيته، وهم فعليا دلوقتي بيدوروا على شخصيه وهميه مش موجوده. قذافي حس انه ممكن يتجاب لو فضل في نفس المكان وبنفس الاسم ده، فغير مكان سكنه وغير كل الاوراق الرسميه عشان يخلي اسمه ساعتها محمد مصطفى. قذافي وبعد ما غير مكان سكنه وغير اسمه من المهندس رضا لاسمه محمد مصطفى، عرف على بنت تانية وكانت من عيله غنيه برضه، فعشان كان لازم يبان قدامها انه من نفس المستوى وان معاه فلوس، قرر انه هيبيع جزء من الذهب اللي هو سرقه. اول مره الذهب اتباع عادي وصاحب المحل ما حسش باي حاجه غريبه، بس اهل مراته اللي فاتت لما قدموا بلاغ ان في مشغولات ذهبيه مسروقه، قدموا مواصفات وشكل كل الذهب اللي اتسرق، وبالتالي الشرطه بتبعت منشور لكل محلات الذهب بالاشكال المسروقه عشان لو حد وصل له حاجه منهم يقدر يبلغ على طول. عشان في الوقت ده قذافي يعمل اغبى غلطه عملها في حياته واللي كانت سبب في نهايته. قرر يروح يبيع باقي كميه الذهب كلها واللي كانت كتير جدا، وكمان يبيعها في نفس المحل. صاحب المحل المره دي طبيعي جدا انه حس ان في حاجه غريبه، قرر انه يقارن بين شكل الذهب المسروق وشكل الذهب اللي قدامه، وليه الذهب ده مطابق للمواصفات اللي متبلغ عنها. فقرر انه يخلي صديقه في المحل يقعد يتكلم مع قذافي ويمطله على اساس انه يروح يخلص حاجه تانية. بس ساعتها بلغ الشرطه بالتليفون وقال لهم انه عنده واحد بيبيع كميه كبيره من الذهب، وان الذهب ده مطابق للمواصفات اللي متبلغ عنها. ولما وصلت الشرطه قبضت على قذافي رسميا في اسكندريه، واللي كان ساعتها متبلغ عنه باسم المهندس رضا، وكان برضه ساعتها اسمه رسميا محمد مصطفى. حاجه غريبه ما تخشش عقل بني ادم. بس الشرطه لما قبضت عليه بلغت اهل المهندس رضا الحقيقيين، وبلغوهم ان المهندس رضا اتقبض عليه في اسكندريه وانه متهم بقضيه سرقه. اهل المهندس رضا طبعا ما صدقوش الكلام ده، قرروا ان هم يروحوا اسكندريه عشان يشوفوا فيه ايه بالظبط. ولما وصلوا هناك وكانت الصدمه بالنسبه لهم ان الشخص اللي شافوه ما كانش المهندس رضا، كان قذافي، وان كمان بطاقته ساعتها كان فيها اسم محمد مصطفى. وفي التحقيقات ده كان الخيط اللي قدروا يوصلوا بيه لجثه المهندس رضا، والدليل اللي جاب وراه كل الجثث التانيه وكل الجرائم التانيه المستخبيه. قذافي يعتبر من اذكى المجرمين في الوطن العربي ده لو ما كانش اذكاهم، بس برضه في النهايه اتمسك بالصدفه وبطريقه غبيه جدا. لو انت هتوصف قذافي بجمله واحده، الجمله دي هتبقى ايه؟ وهل انت شايف انه اذكى سفاح ومجرم في الوطن العربي ولا في اذكى منه؟ لو وصلت لحد هنا فالقصه عجبتك، يا ريت ما تنساش تشترك في القناه عشان نوصل 10000 مشترك قبل 2026 ونحقق هدفنا، وكمان ما تنساش تعمل لايك وتبعت الفيديو لاصحابك. في سنة 2025 ظهرت قضية في مصر هزت الرأي العام، مش عشان تفاصيلها الغريبة بس، لكن كمان عشان الإشاعات الغريبة اللي طلعها الناس من أول يوم. كل الناس كانت بتتكلم وكأن الكل كان عنده تفسير وحلول للقضية، لكن الحقيقة كانت أبشع من أي خيال. تخيل قضية بدأت بمأساة موت 6 أطفال وأبوهم، وفي النص اتهامات لواحدة بريئة ملهاش أي ذنب، وأجواء من الرعب سيطرت على أهالي القرية. الغيرة والحقد والأفكار الشيطانية كلهم اتجمعوا في مشهد واحد، مشهد خلى الأطباء ورجال الأمن يحتاروا أكتر من 50 يوم لحد ما يوصلوا للحقيقة. والنهاردة من ملفات عمرو هنفتح صفحة جديدة من الغموض ونحكي عن قضية قرية دير مواس، واحدة من أغرب وأصعب القضايا اللي شافتها مصر في السنوات الأخيرة. وقبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش تشترك في القناة عشان عايزين نوصل 10000 مشترك قبل 2026. الاشتراك مش هياخد منك ثانية، واعمل لايك وفعل زر الجرس. قضيتنا النهارده حصلت في يوليو 2025 تحديدا، لما في يوم من الايام في مستشفى دير مواس المركزي يوصل 3 اطفال حالتهم خطيره جدا. وعشان نفهم ايه اللي حصل في الاطفال دي وليه وصلوا للحاله دي محتاجين نبدا القصه من الاول، تحديدا قبلها من 15 سنه في سنه 2010 لما كان في شاب اسمه ناصر من المنيا وكان شغال تاجر، وبحكم شغله كان بيلف مصر كلها محافظة. وفي يوم من الايام راح بني سويف واعجب ببنت هناك وقرر انه يتعرف عليها ويتجوزها. وبالصدفة البنت دي كانت شغالة في نفس المجال اللي شغال فيه ناصر، والبنت دي كمان اعجبت بناصر وقررت انها توافق تتجوزه. وفي نفس السنة اللي هي 2010 اتجوزت ناصر وسافرت معاه المنيا، واستمرت العلاقة بينهم سليمة لمدة سنين، وربنا رزقهم ب6 اطفال. والاستقرار ده استمر لمدة طويلة جدا لحد ما ظهرت في حياتهم
حياة ناصر بنت اسمها هاجر. هاجر دي لما شافت ناصر مرة بالصدفة اتعلقت بيه جدا واعجبت بيه، وقررت انها هتحاول تتعرف عليه. ولما اتعرفت عليه كانت بتحاول انها تغير دماغه من ناحية مراته وولاده الستة، بس بحكم العشرة اللي ما بين ناصر ومراته مرضاش انه هو يطلقها عشان حس انه هيظلمها ويظلم ولاده الستة. وكمان عيلة ناصر ما كانش هتوافق على حاجة زي كده لانهم بيحبوها جدا ومعتبرينها زي بنتهم. وبعد مرور كام اسبوع طبيعي مرات ناصر حست ان في حاجة وان ناصر متغير من ناحيتها، وابتدت الشكوك تزيد جوه قلبها. ولما قررت انها تواجه ناصر قال لها واعترف ان في بنت اسمها هاجر دخلت حياته وانه ممكن يتجوزها. ساعتها مراته ما كانتش عارفه تعمل ايه وراحت قالت لعيلتها وقالوا لها انها تشيل فكره الطلاق دي من دماغها عشان عيالها مش اكتر. بس الغريب في الموضوع ان ناصر نفسه اللي كان متمسك بيها هو اللي قرر انه هيطلقها، ورن عليها وقال لها ما ترجعيش على البيت وانا هشوف لك شقه عشان الولاد، وانه هيصرف عليها هي والولاد عادي جدا كأن مفيش اي حاجه حصلت. وناصر فعلا بعد الطلاق كان بيصرف عليها هي وولادها زي ما كانوا متجوزين بالظبط. وبعدها بمده قليله ناصر اتجوز هاجر في نفس الشقه اللي اتجوز فيها مراته، اللي بالمناسبه كانوا بينادوا لها يقولوا لها يا ام هاشم. هاجر قالت له انها هتراعي ولاده كانهم ولادها بالظبط، مع انها يعني ما عملتش حساب لان هو عنده 6 اطفال وان بيته مستقر بقاله 15 سنه، وقررت انها تدخل تبوظ كل ده عشان مصلحتها الشخصيه مش اكتر. علاقه ناصر بام هاشم مراته الاولى فضلت مستقره زي ما هي، وكان الاحترام متبادل بينهم. ام هاشم اتعرض عليها الزواج اكتر من مره وكانت بترفض كل مره، وده اللي ياكد انها واحده بنت اصول ومحترمه، مع ان هي من حقها تتجوز بس بدت مصلحه ولادها عن مصلحتها الشخصيه. وطبعا العلاقه الكويسه دي هاجر كانت متضايقه منها جدا ومخليها مش على بعضها، وبدا عندها شعور الغيره يكبر اكتر يوم بعد يوم. بس مرضتش تكلم ناصر في الموضوع ده عشان ما يحسش انها متضايقه من ولاده. المهم ان بعد كام شهر من طلاق ناصر وجوازه بهاجر، ناصر بدا يحس بالندم ويحس انه خسر مراته الاولى، واكتشف انه معرفش يعوضها وانه مش مرتاح مع هاجر، وعشان كده قرر انه يحاول انه يرجعها تاني، وده لانه شايف انه خسرها وانها بتعامله كويس جدا رغم اللي عمله فيها. وبعد ما ناصر قرر انه يرجعها تاني راح بلغ هاجر بالكلام ده. هاجر اتضايقت جدا من الكلام ده وقالت لنفسها يعني بعد كل الاهتمام اللي اديته ليه هو وولاده عشان ما يحسش ان ولاده ناقصهم اي حاجه، برضه جه وقال لي انه عايز يرجعها. فبدات هاجر تخطط لفكره في دماغها وهي انها تحمل من ناصر عشان يبقى ليها ولاد منه يورثوه في المستقبل. هاجر كانت طول الوقت بتفكر في مصلحتها وبس، وكانت دايما بتظهر قدام ناصر والناس بوش الملاك البريء، زي مثلا انها وافقت انه يرجع مراته الاولى وكمان قالت له انها هتساعده في ده. ام هاشم اللي هي مرات ناصر الاولى كانت ست طيبه جدا لدرجه انها نست كل اللي ناصر عمله فيها ووافقت انها ترجع له، بس برضه ما رضتش انها تضغط ناصر ماديا ابدا، وده لان الشقه اللي هي كانت قاعده فيها كان ناقصها ثلاجه وفرن، فطلبت بس من ناصر انه يجيبهم وان هي هتقعد في نفس الشقه اللي هي قاعده فيها عشان ما تحتكش بهاجر. بس هاجر حلت لها الموضوع وقالت لها انها تشيل لها الحاجات بتاعتها في الثلاجه وهتخبز لها العيش بتاعها في الفرن عندها. فام هاشم سكتت وما رضتش انها تضغط على ناصر ماديا ووافقت على كلام هاجر. هاجر كان كل اللي داير في دماغها الفتره دي ان شكل كده ناصر هيرجعها فعلا، وكل حاجه كانت في دماغي وخططت لها هتروح مني، وحست ان كمان ممكن ناصر يطلقها، وبدات تفكر بدماغ شيطانيه هتتصرف ازاي، وعملت خطه متكامله متخطط لها كويس جدا. الخطه دي هنعرفها دلوقتي، بس قبل ما نعرفها يا ريت ما تكونش نسيت تشترك في القناه، واوعى كمان تكون نسيت تعمل لايك، مش هياخدوا منك اكتر من ثانيه. هاجر بدات خطتها بانها اقنعت ناصر انها بتغير عليه جدا، وان هي اللي في الاول هتودي العيش والاكل لام هاشم، وناصر وافق عشان بس ما يضايقهاش اكتر من كده لانه كان عارف وحاسس انها متضايقه من الموضوع. وبدات هاجر تودي الاكل كل يوم لام هاشم، بس الغريب ان الاكل كان شكله بيبقى متبهدل. ساعتها ما اهتمتش ام هاشم، وكل اللي فكرت فيه ان ممكن هاجر تكون حاطه لها سحر او عمل في الاكل عشان تحاول تفرق بينها وبين ناصر، وعشان كده ام هاشم كانت دايما حريصه انها تقلل علاقتها بهاجر، وطلبت تاني من ناصر انه يجيب لها ثلاجه فرن عشان مش عايزه تحتك خالص بهاجر. ناصر في الوقت ده قال انها غيره ستات عادي وطبيعيه جدا. في الوقت ده هاجر قدام الناس كانت ست اصيله جدا بتساعد جوزها وكمان بتساعد مراته وولاده، والحقيقه هاجر كانت عارفه تمثل الدور ده كويس جدا لحد ما وصلنا ليوم تنفيذ الخطه الشيطانيه. هاجر نزلت السوق زي كل اسبوع واشترت الخضار، وبعدين روحت البيت وخبزت العيش، وبعدها نزلت تحت عند ام هاشم ادتها الخضار والعيش اللي هي خبزاه بنفسها. وفي اليوم ده ام هاشم عملت الغدا لاولادها بنفسها وعملت لهم خضار ولحمه ورز، بس كان عندهم عاده انهم بيحبوا يحطوا عيش دايما مع الاكل، فام هاشم حطت من العيش اللي كانت هاجر خبزه لها بنفسها، والولاد وهم بياكلوا العيش حسوا ان فيه طعم غريب جدا، بس كملوا الاكل عادي لان الطعم ما كانش مأثر قوي على طعم العيش. وبعد ساعه بس من الاكل بدات تظهر اعراض غريبه جدا على واحد من الاطفال، والاعراض كانت كمان بتظهر عليهم واحد ورا التاني، درجه حراره
عاليه والم جامد في المعده وتكسير في الجسم كله، محدش فاهم ايه اللي بيحصل. وراحوا بالاطفال للدكتور عشان يفهموا فيه ايه، والدكتور نقلهم للمستشفى. وبدا من هنا السيناريو اللي قلب مصر كلها واللي غالبا كلكم سمعتوا عنه. بدات حاله الولاد تبقى اسوأ مع مرور الوقت، وبقى يقعوا واحد ورا التاني والدكاتره مش عارفين السبب ومش عارفين يحددوا ايه اللي عامل فيهم كده. وبدأ الموضوع يكبر لما مستشفى دير مواسي المركزي قدمت بلاغ للمركز ان في 3 اطفال عندهم حالتهم خطيرة جدا، في حالة اعياء شديدة وفاقدين للوعي وفي سائل ابيض بيطلع من بقهم، وان الاشتباه الاكبر في تسمم مجهول المصدر. وعلى طول الاطفال ال3 واللي كان اسمهم عمر وريم ومحمد دخلوا الطوارئ، وفريق طبي كامل حاول ينقذ الاطفال ويفوقهم، وكمان عملوا لهم غسيل معدة كامل. وحالتهم برضو كانت بتبقى أسوأ مع مرور الوقت عشان يتم نقل الأطفال ال3 للعناية المركزة. وكان الغريب بالنسبة للمستشفى إن اليوم اللي بعده وصل 3 أطفال كمان من نفس الأسرة، والاطفال دول كانوا اخوات الاطفال ال3 اللي دلوقتي في العنايه المركزه من امبارح، وكان اسمهم احمد وفرحه ورحمه، وكان عندهم نفس الاعراض اللي كانت عند اخواتهم. وناصر في الوقت ده كان تعبان جدا بس ما كانش مهتم، لان كل اللي شاغل باله حاله اولاده ال6. كل الدكاتره وطاقم المستشفى مش فاهمين في ايه بالظبط. 6 اطفال داخلين عليهم بحاله نادره جدا، وعدد كبير جدا من الدكاتره مش عارفين يحددوا ايه السبب. اول مره يشوفوا حالات درجه حرارتها معديه 43 وفي حاله اغماء كامله، وكمان عندهم تشنجات، والاعراض دي كانت غير اعراض اي حاله تسمم تانية. ومع كل فحص بيعملوه لحاله الولاد مع مرور الوقت كانت بتبقى اسوأ من اللي قبلها، ومفيش اي حاجه تطمن ولا في اي حاجه الدكاتره يقدروا يعملوها. لدرجة ان وصل المستشفى فريق طبي كامل من اقوى الكوادر الطبية في مصر ومن كل المحافظات تقريبا. بعد مرور يوم من الكلام ده وصل بلاغ من مستشفى الصدر بالمنيا ان في راجل دخل المستشفى وكان عنده نفس الاعراض اللي عند ال6 اطفال، وعشان يوضح بعد كده ان الراجل ده هو ناصر بنفسه. في الوقت ده كانت عملهم تحاليل واشاعات كتير جدا، بس ما كانش فيه اي نتيجة منهم بتقول ان اصلا عندهم تسمم، رغم ان الاعراض كلها بتقول كده، والفحوصات كلها ما ظهرش فيها اي ميكروبات او مواد سامة. وده اللي خلى التفكير يروح ان الموضوع فيه شبهة جنائية وانه اتنفذ بذكاء شديد جدا. وساعتها الامن بدأ في اجراءاته وبدأ يحقق في الموضوع بالتفاصيل كلها، وعرفوا ان ناصر متطلق من مراته اللي هي ام ال6 اولاد ومتجوز واحدة تانية اسمها هاجر، وان هاجر دي كانت موجودة في المستشفى طول الوقت مع الاولاد وكانت في حالة انهيار شديد. وطبيعي جدا عندهم ان لما الاولاد والاب يبقوا في الحالة دي ان المتهم الرئيسي بيبقى الام، لانها هي اللي عاملة اخر وجبة. واللي كبر الشبهة اكتر انهم كانوا منفصلين. وبعدها الشرطة قبضت على ام هاشم عشان يتحقق معاها. وفي اول يوم تحقيق وصل خبر وفاة اول طفل اللي كان عنده 9 سنين واللي اسمه محمد، وفي نفس اليوم وصل خبر وفاة ال3 اطفال اللي دخلوا الاول بالترتيب. وبأمر من النيابة لتشريح جثث الأطفال، الطب الشرعي بدأ في الإجراءات وخد عينات من جدار المعدة ومن بواقي الأكل اللي كانت موجودة في المعدة. وبعد كام ساعة والأعراض بتبقى أقوى عند آخر طفلين، منهم رحمة اللي كانت أكبر واحدة في إخواتها واللي كانت بتقدر تتكلم شوية، وقالت للدكاترة إنهم آخر حاجة أكلوها في البيت كانت رز وخضار ولحمة وعيش، وإن بعدها على طول ظهرت الأعراض، وإن كمان والدتها هي اللي طبخت الأكل، وإن والدتها كانت معاهم. طبعا استغربوا إزاي الأم واكلة معاهم وما حصلهاش أي حاجة. وصل فريق من الأمن للبيت عشان ياخدوا عينات من المطبخ ومن بواقي الاكل اللي كانت معمول عشان يشوفوا اذا كان في اي سم اتحط في الاكل. وخلال كام ساعه وصل خبر وفاه اخر طفلين واتدفنوا جنب اخواتهم ال4. اهالي القريه جالهم حاله من الرعب، ورجال الامن هم بيحققوا مع ام هاشم والده الاطفال ما عرفوش يطلعوا منها باي معلومه، لانه الطبيعي ام اطفالها ال6 توفوا ما كانش عندها اي قدره للكلام، كانت منهاره وعندها حاله من التشنج وما كانتش عارفه تنطق. عشان كده ودوها للمستشفى بتاعه الامراض النفسيه والعقليه عشان يتاكدوا هي سليمه اصلا ولا لا. ساعتها القضية كانت خلاص بقت قضية رأي عام، والكلام اللي انتشر بين الناس كان محصور بين حاجتين. الحاجة الأولى إن أمهم هي اللي سمتهم وإنها مش مستقرة نفسيا، بس الإشاعة التانية واللي دخلت الرعب لقلوب كل الناس كانت بتقول إن في وباء دخل القرية بيقتل الناس وإنه هينتشر في مصر كلها قريب جدا. وعشان كده بعدها على طول وزارة الصحة نزلت بيان نفت فيه كل الكلام ده، وقالت إن مفيش وباء ولا في أي أمراض معدية. ساعتها الطب الشرعي حاول إنه يسرع الإجراءات عشان يطمن الأهالي بسرعة، وبعدها بكام ساعة بس طلع تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي واللي اتقال فيه ان سبب الوفاه كان مبيد حشري بيستعملوه في الاراضي الزراعيه عشان يقتلوا الديدان اللي في الزرع اللي ما بتتشافش بالعين المجرده، وان المبيد ده لما بيخش الجسم بيوقف كل المناطق الحيويه.
والغريب ان المبيد ده كان شيء ملوش ريحه ولا طعم وما بيظهرش في اي تحاليل، وعشان كده ما كانوش عارفين ايه اللي بيحصل للاطفال بالظبط. عشان الطب الشرعي والمعمل الجنائي عندهم احدث المعدات اللي بيستعملوها في الحاجات اللي زي دي، قدروا انهم يعرفوا نوع السم ودرجه تاثيره. ولحد دلوقتي برضه بعد ما عدى اسبوعين من الحادثه كان المتهم هو الام، لحد ما في يوم رجال الامن كانوا بيحققوا مع ام هاشم في المستشفى النفسيه، واللي اكدت لهم فيها انها دلوقتي بكامل قواها النفسيه وانها قادره تتكلم، وبدات تحكي كل الحكايه من الاول لما اتجوزت ناصر لحد لما اتطلقت منه واتجوز هاجر، وبعدين قرر انه يرجعها تاني. واكدت لهم ان ناصر كان كويس جدا وان هاجر هي اللي كانت بتجيب لهم كل حاجه، وانها حتى لما شكت في هاجر كانت بتشك انها عامله لها سحر او عمل مش اكتر. وقالت لهم ان هاجر قبلها بيوم بعتت لهم الخضار والعيش اللي بتبعته لهم على طول، وان اليوم ده حطت للولاد من العيش اللي خبزاه هاجر، وان لما الولاد حسوا بطعم غريب في العيش ام هاشم سالت هاجر، وهاجر قالت لها ان في دواء كحه وقع منها بالغلط في الاكل وما تخافيش ما فيش اي ضرر على الولاد. واللي حصل بعد كده كان عكس اللي هاجر قالته تماما، والولاد الستة ماتوا، وفي نفس اليوم وصل لهم خبر وفاة ناصر. وهنا الصورة وضحت، ورجال الأمن قبضوا على هاجر وراحوا يفتشوا بيتها ولقوا الأدوات اللي هاجر استخدمتها في خبز العيش، وبعد التحليل لقوها متطابقة مع عينات اللي لقوها في معدة الأطفال. وبعد التحقيقات هاجر اعترفت بكل حاجة وقالت إنها حطت السم في العجينة بتاعة العيش، وإنها عملت كده عشان تموت أم هاشم وعيالها، عشان بس فكرت إن ناصر ممكن يطلقها ويروح لأم هاشم، وكانت عايزة ناصر ليها لوحدها. وقالت كمان إنها كانت بتحب الولاد جدا، وإنها حتى لما سمتهم كانت في المستشفى معاهم عشان تطمن عليهم. أظن كده أنت عرفت مين اللي مريض نفسي وغير مستقر ذهنيا. المفاجأة بقى ان هاجر كانت حامل في الشهر التاسع، وخلال التحقيقات هاجر ولدت، وعشان كده رجال الامن طلعوها ودوها بيتها وحطوا حراسة على البيت. ايه ذنب الطفل اللي لسه مولود يكبر ما يلاقيش حواليه ولا امه ولا ابوه، وكمان يعرف ان امه هي اللي قتلت ابوه، وانها كمان قتلت 6 اطفال اللي هم اخواته، وان اتحكم عليها بالاعدام. 50 يوم كاملين من التحقيق والاشاعات اللي ظهرت في كل حته من سحر واتهام الام واشاعه الوباء اللي خوفت مصر كلها. كل ده هاجر كانت بتتفرج عليه وهي عارفه ايه اللي حصل كويس، وطول الوقت كانت بتمثل قدام كل الناس. هاجر عباره عن شيطان، ومستحيل حد يقول لك الغيره بتوصل لكده، واي حد ممكن يفكر انه يدافع عنها او يبرر تصرفاتها هو مريض زيها بالظبط ومحتاج يشوف له مكان يتعالج فيه. كده احنا وصلنا لنهايه القصه اللي حيرت مصر 50 يوم كاملين. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وقول لي عايز نتكلم عن ايه في الفيديو الجاي في الكومنتات. النهارده هنفتح ملف جديد من ملفات عمرو، والملف المره دي بره مصر وبره الدول العربيه كلها، تحديدا في دوله اليابان. قصتنا النهارده عن مجرم ياباني ذكاؤه تخطى الشعب والحكومه كلها، والشرطه اليابانيه استخدمت اكتر من 130 الف عنصر امني، وبرضه كان اذكى منهم. قبل ما نبدا قصتنا النهارده يا ريت ما تنساش تشترك في القناه عشان نوصل 10000 مشترك قبل سنه 2026 ونحقق هدفنا، وما تنساش تعمل لايك. القصه بتبدا يوم 18/3 سنه 1984 بواحد ياباني اسمه كاهاتسو ايزاكي. كان قاعد في بيته عادي جدا قبل النوم، وفجأة هجم عليه 2 مقنعين ومسلحين وخطفوه. إيزاكي ده كان صاحب مصنع حلويات كبير جدا ومعروف في اليابان اسمه جليكو. وتاني يوم بعد خطفه وصل رسالة للمصنع مكتوبة بإيد المجرمين، طلبوا فيها فدية مليار ين ياباني و100 كيلو ذهب، يعني ما يعادل 10 مليون دولار أمريكي. وطبعا المبلغ ده دلوقتي كبير جدا، فتخيل هو كان كبير قد إيه في سنة 84. وطلبوا إن تسليم الفلوس يكون في مكان هاتف عمومي في الشارع، وهم هيبلغوهم بمكانها. وبعد يومين من الرسالة دي وقبل ما المصنع يدفع الفدية، إيزاكي قدر يهرب من المجرمين في ساعة الفجر، وفك الحبل اللي كان مربوط بيه وكسر باب المستودع وجري في الشارع لحد ما قابل 2 من عمال سكك الحديد وخلاهم يتصلوا بالشرطه. بس المشكله ان ايزاكي ما شافش اي وشوش من وشوش الناس اللي خطفوه، وما يعرفش عن شكلهم اي حاجه. ومع ان عمليه الخطف فشلت والمفروض دلوقتي المجرمين يخافوا ويهربوا، حصل العكس تماما، وبعتوا رساله تهديد تانية لايزاكي وللمصنع مكتوب فيها انهم لو ما دفعوش 480 الف دولار ليهم هيسمموا الحلويات بتاعه المصنع بماده اسمها السيانايد. وعشان ياكدوا لايزاكي انهم فعلا قادرين يعملوا كده، قدروا انهم يتسللوا المصنع بالليل وولعوا في جزء من المصنع عشان ياكدوا انهم قادرين يعملوا اي حاجه. واللي عملوه بعد كده واللي هنقوله كمان شويه سبب رعب للشعب الياباني كله، وخلى الشرطه اليابانيه تفعل حاله الطوارئ وتستخدم 130 الف عنصر امني عشان يواجهوهم. لو بتتابعنا لاول مره، انا اسمي عمرو، بقدم محتوى قصص جرائم حقيقيه وملفات غريبه وغامضه، فلو بتحب تتفرج على المحتوى ده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس واستنى الجديد. الشرطه اليابانيه
ما كانتش عارفه ترمي اللوم على مين، لان حتى ما فيش حد ممكن يكون مشتبه بيه، وده لان ايزاكي ما عندوش اعداء وما عندوش اي حد ممكن يتهمه، ومش عامل اي مشاكل مع حد. وفي الثمانينات كانت حاله نادره جدا في اليابان ان حد يقدر يحاير الشرطه بالطريقه دي، لان الاحصائيات ساعتها كانت بتقول ان الشرطه اليابانيه هي الاقوى في العالم، وده لانهم قدروا يحلوا 97% من قضايا القتل و55% من قضايا السرقه بسهوله جدا قبل القضيه دي بسنه بس. وقضيه مصنع جليكو تعتبر نقطه سوداء في تاريخهم وفضيحه كبيره ليهم، واللي خلى الصحافه اليابانيه تنشر مقال تقول فيه انهم ما يفتكروش على مدار التاريخ ان كان في جريمه المجرم بتاعها قدر يخدع الشرطه بالطريقه دي، واللي خلى شكلهم صعب بالشكل ده قدام الناس، وان المجرمين كانوا بيبعتوا للشرطه رسائل بتحدوهم فيها في العلن انهم يقبضوا عليهم. القضيه دي قعدت سنه ونص كاملين، وفي خلال السنه ونص دي المجرمين بعتوا رسائل كتير جدا للشرطه، وهحكي لك دلوقتي ايه اللي حصل في السنه ونص دي. ده كمان كانوا بيبعتوا لهم في الرسائل تلميحات عن نفسهم يمكن الشرطه تقدر تمسكهم، والرساله الاولى واللي نشرتها الصحافه كان مكتوب فيها: الى الشرطه الاغبياء، هل يعقل كل هذا الغباء منكم؟ كل هذا العدد من الافراد ولستم قادرين على ان تؤدوا عملكم، ولاننا نعلم انكم اغبياء ولستم قادرين على الايقاع بنا سنعطيكم بعض التلميحات. والتلميحات دي كانت مقترحات لمين ممكن يكون هو المجرم، يعني مثلا قالوا ان ممكن المجرم ده يكون من جوه مصنع جليكو، او يكون هو ايزاكي صاحب المصنع نفسه، او صاحب المستودع اللي ايزاكي اتخطف فيه وهرب منه. وكمان كان في الرساله توضيحات زي لون السياره اللي اتخطف فيها ايزاكي واللي كانت لونها رمادي، وزي عنوان السوبر ماركت اللي اشتروا منه اكل بعد ما خطفوا ايزاكي على طول. وقالوا لهم لو بعد كل التلميحات دي ما قدرتوش تمسكونا فبكل بساطه انتم حراميه بتسرقوا فلوس الناس اللي بتدفع ضرائب عشان توفروا لهم الامن، ومش قادرين تعملوا ابسط شغلكم، ولكن شكلنا كده لازم نخطف المحافظ بتاع المدينه عشان تتحركوا. يعني بكل بساطه هانوا كرامتهم قدام الشعب وقدام نفسهم، وكانوا بيبعتوا كل الرسائل دي لكل الاعلام والصحافه اليابانيه عشان يضمنوا ان رسالتهم تتوسع على اكبر نطاق وان الشعب كله يشوفها. وفعلا القضيه بقت قضيه راي عام في اليابان، والشعب الياباني قلت ثقته في الحكومه. ورغم كل التلميحات والتعليمات اللي كانت في الرسائل، الشرطه ما قدرتش تستفيد من اي حاجه في الرسائل غير من معلومه واحده بس، وهي اللهجه اللي مكتوب بيها الرسائل كانت لهجه من مدينه اسمها اوساكا. شعب المدينه دي بيتكلم وبيكتب بنفس الطريقه اللي مكتوب بيها الرسائل، وطبعا المعلومه دي مفيش منها اي فايده لحد دلوقتي. وفي اخر كل رساله المجرم كان بيوقع التوقيع بتاعه اللي مكتوب فيه: الرجل الغامض صاحب ال21 وجه. فضلت الامور زي ما هي لحد شهر 9 من نفس السنه، لحد ما مصنع حلويات تاني اسمه موريناجا بدات توصله تهديدات من نفس المجرمين مكتوب فيها لو ما دفعتوش 400,000 دولار ما تزعلوش من اللي هيحصل. والمصنع طنشهم وما ردش على التهديدات ولا بعت الفلوس، عشان بعد 8 ايام بس من التهديد توصل رساله للجرايد اليابانيه مكتوب فيها: الى جميع امهات اليابان، لما بتكون الشهيه مفتوحه الحلويات بتكون حل حلو وسريع جدا، ولما تيجي سيره الحلويات ما بيجيش على بالنا غير حلويات مصنع موريناجا، وعشان كده ضفنا لكم طعم خاص وجديد بنكهه بوتاسيوم السيانايد. هو طعمه مر شويه بس ما تخافوش، هو مش هيعمل تسوس في اسنان اطفالكم. وكمان قالوا حطينا ملصقات تحذير على العلب اللي فيها بوتاسيوم السيانايد، وفي 20 علبه منتشره في كل محلات اليابان في الوقت ده. وفعلا في نفس اليوم اصحاب محلات كتير جدا في اليابان لقوا العلب دي موجوده عندهم، ولقوا عليها فعلا ملصقات مكتوب عليها تحذير لوجود سيانايد. والمره دي عدت بسلام ومفيش اي حد مات، عشان بعدها توصل الرساله الثانيه لنفس المصنع اللي بيقول ان المره الجايه هيكون في 30 علبه مسمومه، بس المره دي مش هيكون عليها اي ملصقات تحذير. وفي خلال اسبوع بس من الرساله دي الشرطه اليابانيه نشرت اكتر من 40,000 عنصر امني في جميع انحاء اليابان عشان يراقبوا المحلات. برغم كده برضه ما عرفوش يلاقوا اي حاجه، وفضلوا مش عارفين هل المجرمين فعلا نفذوا الوعد الثاني ولا لا. بس في خلال التحقيقات بعد المره الاولى لقوا تسجيل كاميرات من احد المحلات اللي كان موجود فيها علبه مسمومه، والتسجيل ده جايب واحد شعره مجعد ولابس كاب وهو بيحط حاجه على الرف في نفس المكان اللي لقوا فيه العلبه المسمومه. بس لسوء الحظ التسجيل ده كان بجوده سيئه جدا وما كانش باين منه اي تفاصيل، بس برغم كده الشرطه نشرت التسجيل ده في الاعلام الياباني يمكن اي حد يقدر يميزه ويساعدهم، وبرضه ما حدش قدر يعرف مين هو. غريب بقى في الموضوع هو مكالمات التهديد والابتزاز اللي كانت بتوصل للشركه، والمرعب فيها هي ان اللي بيتكلم ما كانش راجل ولا كان ذو 21 وجه ولا كان الرجل الغامض. المكالمات كانت بصوت بنت وبصوت طفل صغير، وبرضه الشرطه اليابانيه نشرت المكالمات دي في الاعلام يمكن حد يعرف يميز ويساعدهم. ودي كانت من المرات القليله جدا في العالم اللي الامن بيلجأ فيها للشعب عشان يساعدهم في حاجه، بس الموضوع قلب بالعكس والناس بدات تخاف من القضيه دي، وبدا الرعب ينتشر في قلوب جميع سكان اليابان، وبدا يطالبوا من الحكومه بحل القضيه في اسرع وقت ممكن. وبعد سنه كامله من اول عمليه تحديدا في شهر 3 سنه 1985 كان في الوقت ده وصل عدد المصانع والشركات اللي وصلها تهديدات ل 31 مصنع اغذيه وحلويات. وشرطه اليابان والمحققين وكل عناصرهم بيلفوا حوالين نفسهم ومش عارفين يعملوا اي حاجه. وفي حاجه غريبه في الموضوع، وهي ان في بعض المصانع استجابت لتهديدات المجرم وبعتت له الفلوس اللي طلبها في الاماكن اللي هو حددها، بس
برغم ده المجرم ما خدش الفلوس، وكان في واحده من التهديدات اللي وصلت لمصنع جليكو بعتوا لهم فيها وطلبوا منهم انهم يبعتوا 2 موظفين عند تليفون عمومي في الشارع ويستنوا من المجرمين مكالمه. وطبعا اللي راح عند التليفون العمومي كانوا فردين شرطه متنكرين بلبس عمال المصنع، ولما وصلوا هناك المجرم ما اتصلش بيهم، وبعدها بيوم بعت رساله للمصنع بيقول لهم انتم مفكرين نفسكم اذكى مني، وبيقولوا انه كشفهم من عيونهم اللي فيها خبث الشرطه على حد وصفه. في كل خطوه كانت بتعملها الشرطه اليابانيه كان المجرم سابقهم فيها، واللي كان مجننهم ومجنن الشعب الياباني هو ان المجرم ده وبعد سنه ونص كامله من قضيته دي ما كانش بياخد اي فلوس من اللي هو طلبها. وفي تاريخ 12/8 سنه 1985 المجرم بعت لهم اخر رساله وقال فيها انه خلاص هيوقف اللي هو بيعمله. وقتها طلعت تقارير عن الشرطه اليابانيه في وسائل الاعلام بتقول انهم وصل لهم في السنه ونص دي اكتر من 25,000 رساله من المجرم، وانهم استخدموا اكتر من 130,000 عنصر امني في القضيه دي. وبعد المعلومات دي الشرطه اليابانيه اتفضحت واتذلت قدام الشعب كله، وبعد هجوم الشعب القوي جدا عليهم قرروا انهم يعلنوا الاستنتاجات بتاعتهم كلها للشعب، ويعلنوا الناس المشتبه بيهم والناس اللي شكوا فيهم من اول يوم بمبدا لو انت بتهاجمني وريني انت هتحل القضيه دي ازاي. التحليل الاول وغالبا انت فكرت فيه هو ان المجرم ايزاكي صاحب مصنع جليكو واول واحد اتخطف، عشان محدش كان مقتنع ان ازاي ايزاكي قدر يهرب بسهوله جدا من المجرمين، واشمعنى هو الوحيد اللي اتخطف رغم العدد الكبير جدا من المصانع اللي اتهددت، واشمعنى هو المصنع الوحيد اللي اتهدد مره واحده بس وما تصممتش منتجاته شبه المصنع الثاني. بس في ناس ردت على النظريات دي وقالت ان فعلا مصنع جليكو اتهدد مره واحده بس وما تصممش منتجاته، بس اتضرر جدا من القضيه لان وقتها اتسحبت جميع منتجاته من السوق الياباني، وكمان المصنع بعد الخساره دي وبعد سحب منتجاته قفل بشكل مؤقت واتسرح من المصنع اكتر من نص الموظفين. فازاي تتهم صاحب المصنع ان هو المجرم وهو مصنعه نفسه باظ وما خدش اي فلوس كمان من التهديدات اللي كان بيهددها ده لو كان هو المجرم؟ النظريه الثانيه بتقول ان المجرم او المجرمين دول كانوا ناس عايزه تنتقم من المصانع الغذائيه ومصانع الحلويات، لان قبل القضيه دي ب 30 سنه كان في عامل في مصنع حليب جاف وقع منه حاجه في خط انتاج الحليب، وبعدها اكتر من 12,000 رضيع مرضوا واكتر من 130 رضيع ماتوا. ويا ترى مين المصنع ده بالظبط؟ هو مصنع موروناجا اللي كان تاني مصنع يتهدد واللي اتسممت منتجاته بالفعل. المصنع وقتها اتفاهم مع اهالي الاطفال دي وعوضهم ماديا، وكانت قضيه كبيره جدا في اليابان. بس بعد القضيه دي ب 14 سنه طلع تقارير بتقول ان الاطفال اللي اتضرروا من المصنع هيفضل عندهم مشاكل صحيه في اجسادهم طول العمر. فالاستنتاج ده من الشرطه اليابانيه كان ان الاطفال دي هم اللي كانوا من 30 سنه متضررين من المصنع، ولما كبروا وعدوا 30 سنه قرروا انهم ينتقموا من المصانع الغذائيه كلها. والنظريه الثالثه والاخيره بتقول ان واحد اسمه مانابو ميازاكي هو المجرم وهو اللي عمل كل ده، لان في سنه 84 ولما بدات كل التهديدات دي للمصانع تحديدا لمصنع جليكو، في واحد من المصانع المجرم طلب منهم 100 مليون ين ياباني وطلب منهم يحطوا الفلوس دي في موقع معين، والمصنع وصل الفلوس للمكان وكانوا طبعا مبلغين الشرطه. فلما الشرطه وصلت للمكان لقت واحد موجود في مكان التسليم، واول ما شافهم جري منهم وهرب وجري وراه بس ما قدروش يمسكوه. وفي التحقيقات كانوا بيحاولوا يرسموا ملامحه، ولما رسموا الملامح دي كانت شبه جدا الشخص اللي اسمه مانابو ميازاكي. الصوره كانت حقيقيه جدا لدرجه انهم لما جابوا امه وقالوا لها مين الشخص اللي في الصوره ده قالت لهم ده ابني. ويا ترى هم منين بالظبط؟ من مدينه اوساكا اللي الشرطه في الاول خالص قالت ان الرسائل مكتوبه بلهجه المدينه دي. وفوق كل ده مانابو ميازاكي طلع ابن زعيم كبير في المافيا اليابانيه وليهم عداوات كبيره جدا مع الشرطه، وكان عليه قضايا كبيره جدا قبل كده. بس برغم كل ده ما قدروش انهم يتهموه باي حاجه لان ما فيش معاهم اي دليل ملموس. والهدف اللي الشرطه اليابانيه نشرت عشانه الحاجات دي هو ان يوضحوا للشعب قد ايه هم تعبوا واشتغلوا على القضيه دي، ويوروهم انهم تعبوا لدرجه انهم رجعوا بالزمن 30 سنه عشان يحاولوا يلاقوا حل للقضيه، وبرضه ما كانش فيه اي حلول وسابوا القضيه مفتوحه للكل يفكر مين هو المجرم. اخر حاجه في القصه هي ان مانابو ميازاكي وبعد ما القضيه دي اتقفلت خلاص نشر كتاب عن كل الجرائم اللي عملها في حياته، والجريمه دي ما كانتش منهم. بس الغريب في الموضوع هو ان غلاف الكتاب ده كان عليه الرسمه اللي الشرطه رسمتها له لما كان مشتبه بيه في القضيه، والكتاب انتشر جدا في السوق الياباني وحقق ارباح اكتر من 100 مليون ين ياباني. فلو هو المجرم فهو يعتبر اكبر مجرم اهان الشرطه في كوكب الارض، لان القضيه دي اتقفلت ومحدش يعرف مين هو المجرم لحد دلوقتي، ودي تعتبر من اقل القواضي في العالم اللي تعتبر لسه مش محلوله. دلوقتي انت قول لي من استنتاجك تفتكر مين هو المجرم وايه دوافعه، وايه اكتر استنتاج منطقي من استنتاجات الشرطه اليابانيه؟ وفي النهايه ده كان الملف بتاعنا النهارده، ولو عايز تسمع ملفات تانية اغرب بكتير من الملف ده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وتقول لي ايه رايك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.